باشمهندس، في ناس كتير بتسأل حضرتك عن الكرسي اللي حضرتك قاعد عليه، وهل هو مناسب للصيانة ولا لأ، وسعره كام؟ والله الكرسي ده انا اشتريته من 3 سنين تقريبا او 4 سنين من محل كيمو ستور في اسكندرية. ده كرسي جيمنج بيبقى موجود عند المحلات بتاعة الكمبيوتر. كرسي شكله حلو، وفي كذا حد لما شافه في الفيديوهات اشترى زيه. لكن انا ما بنصحش بيه نهائي لانه مش مناسب للصيانة. كرسي مش مناسب للقعدة لفترات طويلة. انا بصراحة ما بحبش الكرسي ده. انا قاعد عندي كرسي تاني. للاسف الكراسي المريحه اللي بتستحمل القعدات الطويله دي بيكون سعرها غالي. سعرها بيبتدي من اول 8000 جنيه 9000 جنيه على حسب ما انا شايف، يعني لان انا بفكر اغير الكرسي ده. فعلا متعب. انا اللي مخليني مستحمله ان هو كويس، يعني ما بيبوظش. الكراسي اللي هي رخيصه اللي ب1000 وب2000 وب3000 دي الميكانيزم بتاعها بيبوظ على طول. وانا واحد وزني يعني مش خفيف يعني. فمحتاج حاجه تكون ديورابل انها تستحمل الوزن ده وما تبقاش حاجه تتكسر بسهوله. فانا ما انصحش حد ان هو يشتري كرسي جيمنج للصيانه. يعني لو هتشتري مره واحده فالكرسي الكويس هيكون سعره 8000 9000 جنيه. في كراسي زي كراسي ايكيا بتوصل اسعارها اغلى من كده بكتير. ما عنديش حاجه محدده دلوقتي ان انا انصح الناس بيها. لكن لو على اللي بيسأل على الكرسي ده هتلاقيه في اي محل بيبيع كراسي جيمنج او حاجات الجيمنج. وسعره دلوقتي هيبقى اغلى طبعا من 3000 او 4000، لان انا شاريه بالسعر ده من 3 4 سنين وما انصحكوش بيه.